مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج رحلة في الذاكرة. في هذه الحلقة والحلقات القادمة نتحدث مع آخر سفراء روسيا لدى بغداد في عهد الرئيس الراحل صدام حسين. السفير فلاديمير تيتورينكو أحد أبرز الدبلوماسيين المتخصصين في منطقة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الروسية. عرف بسفير المهمات الصعبة، وحياته المهنية كدبلوماسي لم تشهد ضوءا خلافا للكثير من زملائه في مختلف بلدان العالم، وكانت حافلة بالتحديات والمخاطر. استعرض لعدة محاولات اغتيال إبان عمله في بغداد، كما تعرض موكبه للنيران الأمريكية أثناء إجلاء السفارة الروسية من بغداد قبيل سقوطها في يد القوات الأمريكية. في عام 2011 إبان عمله سفيرا لروسيا في قطر تعرض لاعتداء من قبل عناصر الأمن القطرية في مطار الدوحة لرفضه الكشف عن محتوى الطرد الدبلوماسي الذي كان يحمله، ما أدى إلى سحبه وتقليص مستوى التمثيل الدبلوماسي من الطرف الروسي. في هذه السلسلة من الحلقات يتحدث السفير تيتورينكو ولأول مرة بشكل مفصل عن فترة عمله في العراق حتى الاحتلال الأمريكي، ويكشف عن معلومات مثيرة حول عمل اللجنة الأممية لنزع سلاح الدمار الشامل في العراق ولجوئها إلى الحيل المختلفة لاتهامه بحيازة وتطوير الأسلحة الكيماوية تمهيدا لغزوه واحتلاله. سيد فلاديمير، سعيد برؤيتك في برنامجنا، مرحبا بك. أهلا بكم. إذا لنبدأ من فترة التسعينات من القرن الماضي. في تلك المرحلة تم اللجوء إلى الحيل المختلفة لاتهام العراق بحيازة أسلحة دمار شامل، وكنت من الذين كشفوا هذه الحيل بشكل شخصي، وذلك من خلال وصولك إلى مختبرات اللجنة الأممية الخاصة بأسلحة الدمار الشامل. ولنبدأ من تشخيصك العام والموجز للفترة التي أتيت فيها إلى العراق. كيف كانت سياسة روسيا تجاه هذه الدولة في تلك الفترة؟ يصعب الحديث عن كامل مرحلة التسعينات، ذاك أن السياسة الروسية تغيرت، خاصة بعد أن غدا يفغاني بريماكوف وزيرا للخارجية عام 96. السياسة الروسية باتت متريثة إلى حد كبير، وتحديدا إثر انتهاء عملية عاصفة الصحراء وتحرير الكويت. عام 92 تم استدعاء فيكتور باسفاليوك الذي كان سفيرا لروسيا في العراق إلى موسكو، واستبدل ولعامين تقريبا بقائم بالأعمال مع بعض الدبلوماسيين الروس، بمعنى أن العلاقات كانت مجمدة إلى حد كبير، وبدت روسيا وكأنها تعبر بذلك عن عدم رضاها عن النظام القائم، نظام صدام حسين بالطبع. طبعا بضغط من أمريكا والغرب، صحيح؟ لا أستطيع القول الآن هل جرى ذلك بضغط من الأمريكان أم لا، ليس لدي مثل هذه الأدلة، ولكن من الواضح أن ذلك جرى ليس دون تأثير الولايات المتحدة، إذ لم يكن لدى روسيا أي سبب لاستدعاء سفيرها في العراق. هل صحيح أنه كان هناك تياران متمثلان في يفغاني بريماكوف من جهة كشخص بالغ التأثير والذي لديه الكثير ممن يشاركونه موقفه ونظرته للمسار الصحيح للسياسة الروسية في العراق والشرق الأوسط عموما، ومن جهة أخرى سياسة وزير الخارجية الروسية آنذاك أندري كوزيرف الذي جاء بتعيين من الرئيس يلتسين واتخذ مسارا مخالفا تماما. هل كانت هناك ازدواجية فعلا في الرؤية لكيف يجب أن تكون سياسة روسيا تجاه العراق أو العالم العربي بشكل عام؟ دون شك، ليس فقط تجاه العالم العربي، بل وحول كيف يجب أن تكون مواقف روسيا تجاه العالم، أو كيف يجب أن تكون سياستها الخارجية. كان هذا الأمر واضحا جدا. الاختلافات وتباينات الرؤية تجاه الأزمة العراقية ظهرت جلية حتى بين إدوارد شيفرنادزي إبان عمله وزيرا للخارجية السوفيتية وأولئك الناس الذين التفوا حول بريماكوف. كل ذلك يمكن ملاحظته في مجرى الأحداث، إذ امتنع العراقيون في تلك المرحلة عن التعاون مع شيفرنادزي واعتبروه متبعا للخط الغربي، وفضل العراقيون التعامل مع بريماكوف. طيب سيد فلاديمير، يعني بعد عملية تحرير الكويت أي نهج اتبعته موسكو في تلك المرحلة التي بدأ فيها فرض العقوبات على العراق؟ أذكر بأن العقوبات فرضت على العراق ليس بعد عملية عاصفة الصحراء، إنما بدأت بعد غزو العراق للكويت مباشرة، وقد صوت الاتحاد السوفيتي لصالح فرض هذه العقوبات، وقد ترتبت على هذه العقوبات خسائر مالية فادحة بالنسبة لبلدنا. كانت مرحلة صعبة للغاية، فكما تذكر أعانى الاتحاد السوفيتي نفسه من قلة المواد الغذائية، وكان التعاون مع العراق يضيف إلى خزينتنا عدة مليارات من الدولارات.
لذلك كلما طال عمل اللجنة الأممية الخاصة بنزع الأسلحة في العراق زادت خسائرنا. وكيف نظرت موسكو إلى المماطلة في عمل اللجنة الخاصة للأمم المتحدة بنزع سلاح العراق، وطبعا ظهور حجج جديدة باستمرار لدى اللجنة لتمديد العقوبات؟ أستطيع القول أننا كنا آنذاك نفكر قبل كل شيء بإنقاذ بلدنا من الانهيار الكامل، فكنا على شفا الحرب الأهلية، خصوصا في عام 93 عندما بلغت التناقضات بين السلطات ذروتها وقصف البرلمان. لذلك لم تكن قضايا العراق تحظى بالاهتمام الكافي، وقد بدأ استيعاب الأزمة العراقية كما أذكر في الأشهر الأولى من عام 94 عندما شرعت روسيا بالخروج رويدا من تلك الهاوية التي وقفت على حافتها إثر انهيار الاتحاد السوفيتي. عندها بدأ سياستنا الخارجية بتفعيل نشاطها تجاه العراق، وكان من الطبيعي أن تظهر حينها أولى المبادرات الدبلوماسية غير العلنية للبحث عن سبل الخروج من مأزق العقوبات. ولكن حتى ذاك الوقت لم تكن الصورة واضحة بعد، واعتقد الكثيرون بما في ذلك في روسيا أن العراق يملك فعلا أسلحة دمار شامل، وأنه يخفيها في مكان مجهول، وذلك بفضل تغلغل الكثيرين من عناصر أجهزة المخابرات الأمريكية وبشكل خاص من CIA في اللجنة الخاصة بنزع السلاح في العراق التابعة للأمم المتحدة، ناهيك عن موظفي المخابرات البريطانية التي أرسلت إلى هناك أخصائيين على درجة عالية من المهنية، والذين استطاعوا أن يقنعوا الأخصائيين الروس بأن هذه المعلومات صحيحة. كانت هناك معضلة أخرى إضافة إلى ذلك، وهي أن معظم الخبراء العسكريين الروس الذين عملوا كمفتشين في اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة لم يكونوا يتقنون اللغة العربية أو الإنجليزية. ما كان يعيق استبيان الصورة. طبعا لم تكن التفاصيل مفهومة. بالطبع، وكثير من مفتشين ممن تحدثت إليهم فيما بعد كانوا يعتقدون أن العراق بالفعل يخفي أسلحة دمار شامل، بل وتستمر عملية إنتاجه في مكان ما بشكل سري. ولكنك شاركت شخصيا في عملية نزع السلاح في العراق في تلك الفترة عندما ترأس عمل اللجنة الخاصة رولف أكيوس، وأنت تجيد كل هذه اللغات، وبدأت التفاصيل تتضح لك شيئا فشيئا، صحيح؟ حدث أن كنت تحديدا في خضم عملية تفتيش الأمم المتحدة. عندما وصلت بغداد نهاية شهر ديسمبر عام 94 تعرفت على الفور إلى طارق عزيز وجميع الذين كانوا معنيين بعمل اللجنة عن الجانب العراقي. كان من بينهم مستشار الرئيس صدام حسين الفريق عامر السعدي واللواء حسام أمين. قدموني لهم على الفور لكي أستوعب شؤون القضية، فرحت أدرس الوثائق، وكان من الصعوبة بمكان قراءة آلاف الصفحات من الوثائق حول الأسلحة، لكني قرأتها جميعها. وبعد وصولي إلى بغداد بشهرين تقريبا وصل إليها رولف أكيوس وتعرفت إليه وإلى فريقه. لو ذكرتنا بأي صفة أتيت إلى العراق حينها؟ أنا كنت الرجل الثاني في السفارة، كنت مبعوثا مستشارا، وكان كارتوزف سفيرا، ولكن توفي للأسف. كارتوزف أشرف على المسائل المشتركة المتعلقة بتطوير العلاقات بين بلدينا، أما أنا فأشرفت على جميع الأمور المتعلقة بنزع السلاح، ولهذا كنت أحضر جميع الجلسات التي تتناول هذه المسألة، وحضرت بشكل دوري الحوارات في مركز الرصد التابع للجنة الخاصة في بغداد. نعم، أريد أن أوضح أمرا ما هنا. ما كلفت به هو متابعة مسار نزع السلاح كما كتبت، صحيح؟ ولكن لم يكن باستطاعتك متابعة هذا المسار إلا وفق حدود معينة. طبعا. يعني ربما كان باستطاعتك الاستماع إلى بعض الشكاوى من العراقيين بشأن ما يجري، ربما حول تجاوزات ممثلي اللجنة وما شابه، صحيح؟ القضية أنه لم يتبقى حتى ذاك الوقت في بغداد سوى سفارتين تمثلان الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الدولي، السفارة الروسية والسفارة الصينية. لم يكن هناك حتى فرنسيون، فقد جاءوا بعد ذلك بقليل وعملوا كفرع لرعاية المصالح الفرنسية في السفارة الهنغارية، وقد رعت السفارة الروسية بالمناسبة مصالح بريطانيا. هذا أمر مهم في الحقيقة. نعم، والبولنديون رعوا مصالح الولايات المتحدة. إذا عملي تلخص في أنني من جهة كنت أستمع لآراء مفتشي اللجنة الخاصة، ومن جهة ثانية كنت أستمع إلى آراء العراقيين. كان الجانبان يتبادلان الاتهامات، الأمم المتحدة تتهم العراق بالامتناع عن التعاون، والعراق يتهم الأمم المتحدة
المبالغة في الاتهامات والكذب. كان علي أن أنقل كل هذه المعلومات إلى موسكو لكي يكون لدى موسكو مصدرها الخاص للمعلومات إبان تحضيرها لجلسات الاستماع الدورية في نيويورك لتقرير اللجنة الخاصة. إضافة إلى ذلك فقد وفر العراقيون لي إمكانية زيارة جميع المواقع التي كانت تحت مراقبة اللجنة الخاصة. كان هناك رصد صارم، كاميرات مراقبة مثبتة في جميع مؤسسات المجمع الدفاعي العراقي تثبت للجميع عدم قيام العراق بتطوير أي سلاح دمار شامل. لم يرن العراقيون كل شيء وحسب، بل وأجابوا عن جميع أسئلتي، ومضيت كما لو أنني أتتبع آثار عمل اللجنة الخاصة شخصيا، حتى وإن لم أكن أخصائيا تقنيا في مجال صناعة هذه الأسلحة، إلا أنني وصلت إلى استنتاج أن مستوى تطور التقنيات في مجمع الصناعة الحربية العراقية كان بدائيا. نعم، لنعود إلى حوارك مع رولف إكيوس. ذكرت في كتابك أنه دعاك لحوار، ماذا كان يريد منك؟ لم يدعني، بل طلب أن نستقبله، واستقبلناه في مقر السفير الروسي واستقبلناه بشكل جيد. هو الذي ألح على اللقاء؟ هو ألح على اللقاء معي. لماذا ألح على اللقاء وحول ماذا تمحور الحديث؟ أعتقد أنه كان يرغب في أن يبين لنا أنه يود أن يرى فينا حلفاء، وأظن أنه كان عليه أيضا أن ينقل إلينا ما طلب منه أن يقول، خصوصا من قبل نائبه تشارلز دولفر. وقد تبين لنا فيما بعد أن الأخير ينطلق من مسلمة رئيسية تتلخص في أن العراقيين يخدعون الجميع. ولكن إلى أي مدى كان رولف إكيوس نفسه مقتنعا بذلك؟ من وجهة نظرك طبعا. إكيوس قال بوضوح أن الملف النووي العراقي يمكن إغلاقه عمليا. لقد عملت الوكالة الدولية للطاقة الذرية دائما في مسائل السلاح النووي. هذه الوكالة مؤسسة محترمة جدا، حيث يدخل فيها ممثلو جميع الدول العظمى التي تملك تقنيات نووية، أي أناس من مختلف البلدان. وقد أعطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالذات تقييما موضوعيا، حيث أعلنت أن العراق لم يصل حتى إلى عتبة صنع جهاز تفجير نووي، وكان يمكن إغلاق الملف، لكنهم لم يغلقوه. بالنسبة لملف الصواريخ صارت الأمور كما قال إيكيوس نحو إغلاقه، ولكن فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية كان إيكيوس يعتقد أن العراقيين يخفون المعلومات ولا يعطون أي معلومات عن الأسلحة البيولوجية نهائيا، وكان مقتنعا بذلك. ولكن ربما سي فلاديمير أراد أن يؤثر عليك بشكل من الأشكال لكي تؤثر بدورك على الحكومة الروسية من خلال تقديم معطياتك للحكومة، وبالتالي لكي تصوت روسيا فيما بعد كالغرب، أي لتمديد العقوبات على العراق، أليس كذلك؟ لم يكن هناك تصويت حول تمديد العقوبات، لأن القرار كان يعمل بقدر ما كانت هناك حاجة لذلك. ولكن لماذا لم يكن لدى روسيا أي موقف ضاغط لرفع العقوبات عن العراق؟ ليس تماما، كانت هناك مهمة رفع العقوبات، ولكن عن طريق تعاون العراق مع الأمم المتحدة. أعتقد أن رولف إيكيوس نفذ مهمتين. الأولى أنه أراد أن يستوعب ما الذي يعنيه عودة السفير الروسي إلى العراق، ولماذا عادت السفارة الروسية إلى العمل بكل طاقتها هناك. والثاني أنه كان بالفعل يحاول التأثير على الموقف الروسي من خلالنا، أن يخلق فينا القناعة بأنه رجل حيادي ويعمل لصالح الأمم المتحدة فقط، وأن كل تأكيدات العراقيين بأن الولايات المتحدة تدير اللجنة الخاصة وتتلاعب بها مجرد هراء. ما الذي يحدد مدى نجاح الشعوب وازدهارها؟ هل هي الأرقام المجردة لمعدلات النمو الاقتصادي، أم بقياس مستوى المعيشة الفعلي أيضا؟ هناك أمر آخر كنت أعتقد آنذاك وما زلت حتى الآن بأن إيكيوس حاول أن يعرف منا ما الذي نعرفه عن العراقيين، فنحن لم نخفي أن تبادلا للمعلومات يجري إبان الحوارات مع طارق عزيز والفريق عامر السعدي واللواء حسام أمين، وأن العراقيين يشتكون من الأعمال الاستفزازية التي تقوم بها البعثة ومن سلوك المفتشين الأمريكيين والبريطانيين والأستراليين. كنا نقول ذلك لإيكيوس، نقول له إن رجالك يتصرفون
بشكل غير هل لائق. اعترفوا بذلك هم؟ أحيانا اعترفوا، ولكن بشكل عام لا. عموما لا. نعم، بشكل رئيسي كانوا يقولون إن التخويل وقرار مجلس الأمن يسمحان لهم بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة. وعندما قلنا له حسنا، إن مفتشيك أمس الأول ذهبوا إلى مزرعة دجاج لفلاح فقير، ما الذي يمكن أن يجدوه هناك؟ قنبلة نووية مثلا، أم ربما صواريخ سكود أو ما شابه. لكن إيكوس تعلل بأن لديهم الحق في الوصول إلى أي مكان، حتى إلى وزارة الدفاع ورئاسة الأركان ولو مجر. أنا أذكر كلمات طارق عزيز: حسنا، اليوم يذهبون إلى وزارة الدفاع، وغدا قد يودون الذهاب إلى غرفة نوم صدام حسين. ما جرى فعلا في نهاية المطاف تقريبا. إلى حد ما. تقريبا نعم، لقد فتح أمامه المجال حتى إلى قصور صدام حسين. إلى كل القصور، أي إلى كل المقرات الرسمية لصدام حسين، من الموصل وحتى البصرة، في بغداد وتكريت وبحيرة الحبانية. تفحصوا كل شيء هناك. صدام حسين بالطبع لم يكن نائما فيها عند إجراء التفتيش، وقد قام بتفتيش القصور ليس مفتشو اللجنة الخاصة، بل سفراء الدول التي تتمتع بعضوية مجلس الأمن الدولي، وكنت أنا بينهم. رافقنا طارق عزيز وحسام أمين، أتاحا لنا رؤية كل القصور، وبالطبع لم نعثر على شيء هناك. وحديث اللجنة الخاصة للأمم المتحدة عن أن هناك شيئا ما في بحيرة الحبانية كانت عارية عن الصحة. اللجنة الخاصة أكدت أن تحت هذه البحيرة، حيث اصطد سمك الشبوط، مصنع تحت الأرض، حيث يتم إنتاج غاز VX، غاز الأعصاب السام. لكننا لم نستطع تصديق هذا الهراء. هل من رجل عاقل يسمح بإنتاج فيروسات الجمرة الخبيثة في قبو منزله، أو غاز الخردل، أو غاز الأعصاب، أو سلاح نووي، أو شيء آخر؟ لا أدري. يجب أن يكون إنسانا مختلا تماما لكي يخطر بباله مثل ذلك. طيب، يعني سيد فلاديمير، في أي مرحلة بدأت تدرك واقع الأمور؟ يعني متى بدأت ترسل إلى موسكو معلومات تفيد بأن كل ما يجري في العراق هو مهزلة ولعبة سخيفة يموت بسببها عدد هائل من الأطفال والمدنيين بشكل عام؟ يعني حتى قدوم ريتشارد باتلر إلى اللجنة مات حوالي 400 ألف طفل عراقي، يعني نتيجة عدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية. يعني إلى أي مدى كان يجب أن تستمر المساهمة في هذه اللعبة الأمريكية، يعني والمساهمة في هذه المهزلة بحثا عن أسلحة دمار وهمية؟ نحن لم نساهم في هذه اللعبة، لكن العراقيين أيضا للأسف لم يتصرفوا بتعقل. قلنا لهم إنه بقدر ما يتعاونون مع اللجنة الخاصة، بقدر ما سيكون أسهل على روسيا طرح مسألة إلغاء العقوبات. قال لي ريتر أنهم تعاونوا بنسبة 99%، لكنهم لم يتعاونوا إلى هذه الدرجة بين عامي 95 و 96. لأنه من الصعب التعاون مع أناس يستفزونك باستمرار ولا يكتفون بأي تعاون تبديه. ريتر نفسه اعترف بأنه كان يقوم بحركات استفزازية أمام العراقيين. صعب جدا أن تطلب من الناس التعاون عندما تتصرف معهم بهذا الشكل غير اللائق. نعم، إلى حد ما صحيح. كتب سكوت ريتر مذكراته، وأنا أعد الآن كتابي الذي يعتمد على ذكرياتي الشخصية عما وقع. هناك أذكر حادثتين عندما تصرف العراقيون بشكل غير مسؤول أثار الكثير من الشبهات في حقهم. المرة الأولى بشأن أجهزة الجيروسكوب المحددة للإحداثيات. إليك كيف كان الأمر؟ جماعة حسين كامل عثروا في روسيا على تجار مشبوهين قاموا ببيعهم أجهزة الجيروسكوب، هذه من مستودعات مصنع في ضواحي موسكو. وما هي الجيروسكوب؟ إنها أجهزة لتوجيه الصواريخ الاستراتيجية، وهذه الأجهزة كانت للصواريخ ذات المنصات البحرية الاستراتيجية. ماذا كانت حاجة العراقيين في هذه الجيروسكوبات؟ لم أفهم. اشتراها لهم شخص فلسطيني أردني مشبوه بمبالغ طائلة. كان وسيطا تاجر أسلحة؟ ليس أسلحة فقط، لقد تاجر بكل ما يمكن المتاجرة به. لقد أعطوه مالا وفيرا وأحاطوه بالرعاية، وكان عليه أن يقوم بنقل هذه الأجهزة لسبب غير مفهوم إلى الأراضي العراقية ليتصرفوا بها. وكيف يتصرفون بها؟ في تركيب الصواريخ. للصواريخ؟ في أي مرحلة حدث ذلك؟ بين عامي 95 و 96. لم يكن محظورا على العراق امتلاك الصواريخ مداها دون 150 كيلومترا. كان بإمكان العراق امتلاك صواريخ قصيرة المدى، ولكن أتدرك ماذا يعني شراء الجيروسكوبات كانت تجهز بها صواريخ من طراز SS-20 بمدى يصل إلى عدة آلاف من الكيلومترات؟ إنه خرق كبير. إذن فقد وجد هذا الفلسطيني من عائلة أبو غربية أشخاصا مشبوهين في شركة مشبوهة،
واشترى هذه الجيروسكوبات بحجة أنها ستستخدم في قطاع الطيران المدني، أي أن جميع الوثائق كانت قانونية شكليا. في ذاك الوقت في أواسط التسعينات كما تعلم كانوا يتاجرون بكل شيء في روسيا. هؤلاء التجار الروس باعوا الجيروسكوبات دون أن يعرفوا حتى أنهم يبيعونها للعراق، وقبض على أبي غربية وعلى هذه الجيروسكوبات عند الحدود الأردنية، لكنه أوصل بعض نماذج الجيروسكوبات إلى حسين كامل الذي أهانه بشدة وصرخ في وجهه: ماذا فعلت؟ أعرف كل شيء، أعرف أن هذه الأجهزة تركب على الصواريخ الاستراتيجية، من سيصدق بعد الآن أن نوايانا سلمية؟ ربما كان أبو غربية شخصية مجندة؟ أعتقد أنه ارتبط بالاستخبارات الأردنية، ربما هددوه بسحب جوازه الأردني ليتعاون معهم، لكني أعتقد أن المبادرة لم تكن أردنية. هناك الكثير من تجار السلاح الذين يتعاملون مع الاستخبارات الغربية كما تعلم. إنه ليس تاجر سلاح، عمل بالتجارة العامة. لقد كلفوه بمهمة وأعطوه مالا وفعل ما طلب منه، لكن العراقيين بدل أن يكشفوا عن هذه الجيروسكوبات للجنة الخاصة وأن يقولوا إن شخصا مغامرا لم يفهم ما طلب منه، بدل ذلك أخذوا هذه الجيروسكوبات وأراقوها في نهر دجلة. ثم جاءت مجموعة خاصة من الغواصين ووجدت هذه الأجهزة. كان من السهل على اللجنة الخاصة بعد ذلك أن تعلن: أترون؟ لقد قلنا إنهم يكذبون ويخفون عنا أشياء كثيرة. وعندما مضينا إلى طارق عزيز سألناه: سيادة نائب رئيس الوزراء، كيف يحدث ذلك؟ بدأ يقدم تبريرات غبية. لك شخصيا؟ نعم، وتحدث عن الجيروسكوبات وعن أبو غربية هذا باعتباره نصابا أحرج جميع العراقيين متعمدا. ولماذا سمحت روسيا بتصدير هذه البضاعة وأحرجت العراق بهذه الصورة؟ ولكن كل شيء كان مصاغا بشكل قانوني، إذ لم يمنع أحد شراء الجيروسكوبات للطيران المدني. هذه الأجهزة نفسها ليست بضائع ذات طبيعة حربية، كما أن أحدا لم يكن يعرف أن هذه المبيعات ستذهب إلى بلد يخضع للعقوبات. كل هذا المخطط كان تحديدا في إطار البيع والشراء، لكن حسين كامل الذي هرب إلى الأردن بعد ذلك قدم هذه القصة برواية كانت غير سارة لروسيا على الإطلاق. كان علينا لوقت طويل العمل لتبرئة نفسنا من ذلك. وبعد هذه الحادثة كان الحديث مع طارق عزيز حادا جدا. لقد وجهنا له الاتهام بأن الجانب العراقي يحرج نفسه ويحرجنا باستمرار. تذكرنا حادثة مشابهة أخرى، هذه الحادثة مرتبطة بمزرعة حسين كامل نفسه. بعد أن هرب من العراق بعد أسبوع تحديدا، سمح العراقيون لمفتشي اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة والمتخصصة بالبحث عن الأسلحة البيولوجية بتفتيش مزرعة حسين كامل. وقد عثرت اللجنة الخاصة في قبو المنزل على أشياء ومواد إنتاج في المجال البيولوجي. وحين تم كشف ذلك إلى العلن، قال لنا رولف إيكيوس إبان زيارة دورية للسفارة الروسية: أرأيتم؟ لقد قلنا إنهم يخفون أمورا كثيرة. وكتبوا عن ذلك يقولون: قصة صناديق حسين كامل في المتجدة، وزعموا أنهم وجدوا صناديق في الحظيرة حيث يسمن الدجاج لأسرة حسين كامل. ولكن عندما بدأ البيولوجيون دراسة ما وجدوه، تبين أن هذه الإعدادات بدائية إلى درجة أنه لا يمكن مع الحديث عن أي أسلحة بيولوجية. يمكن الحديث فقط عن أن هذه العناصر تم شراؤها من بلدان غربية واستخدمها العراقيون للتجارب على إنتاج أسلحة بيولوجية، لكن التجارب كانت فاشلة. ورغم ذلك باتوا يستدعون باستمرار زوجة وزير النفط العراقي آنذاك إلى الحوارات مع اللجنة الخاصة، وباتوا يلقبونها في الغرب بمدام ميكروب باعتبارها كانت في عداد المسؤولين عن البرنامج البيولوجي في البلد. وأرادوا أن يستدعوها إلى نيويورك للتحقيق، لكنها قالت بوضوح: هذا كل ما لدينا، أي أن الأمر لم يقترب من مرحلة صنع سلاح بيولوجي. عموما أود أن أقول إن العراقيين في نهاية المطاف وبضغط منا فرزوا لنا تلك المزارع التي كانت كما تبين تقدم لهم المواد الأولية لإنتاج أسلحة كيميائية بيولوجية، لكنها كانت بالأساس مواد ذات استخدام مزدوج، إذ يمكن إطعام الأبقار منها ويمكن أن يصنع منها مواد سامة. هذه المزارع موجودة في الولايات المتحدة، في بريطانيا وفرنسا وسويسرا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، أي أن التوريدات جاءت من جميع هذه الدول عدا الاتحاد السوفيتي الذي قدم في المجال الكيميائي للعراق مضادات الغاز ووسائل الحماية من المواد الكيميائية. أما الغرب فقدم مثل تلك المواد بكميات لا محدودة. على سبيل المثال، تحتاج جميع الأبقار في العراق إلى 4 براميل من المواد المضافة، ولكن تم استيراد 80 برميلا. والمصدرون الغربيون كانوا يعرفون جيدا أن المتبقي وهو 90
99% سيستخدم بالطبع لأهداف أخرى في الأغراض العسكرية ربما، أي أن الغرب في واقع الأمر تعاون مع العراق في إنتاج السلاح الكيميائي، ولكن ضد من؟ لست أدري، ربما ضد إيران، وربما القصة مرتبطة بالمال فقط. ولكن بكل الأحوال فإن حقيقة أن هذه الوثائق كانت مخفية عنا لم تضف الكثير من الحماس في موسكو، ولم تساعد في تسريع عملية رفع العقوبات. وقد فكرنا بهذه الطريقة. حسنا، اليوم وجدوا جيروسكوبات، وغدا سيجدون وثائق أخرى تثبت أن العراقيين يخفون شيئا ما، ويتبين أنهم يخدعوننا على أي حال. لقد احمر وجه طارق عزيز كثيرا عندما قلنا له مباشرة كل ذلك. قلنا له إنهم أحرجونا من جديد. ولماذا أحرجونا؟ لأنهم لم يقدموا المعطيات اللازمة بأنفسهم، بل قدموها اضطرارا، لأن حسين كامل هرب إلى الأردن، حيث بدأ الأمريكيون والإسرائيليون وغيرهم التحقيق معه. بعد ذلك فقط بدأ التعاون. أكرر هنا أن العراقيين لم يتصرفوا بشكل صحيح تماما، كان عليهم أن يعترفوا وحسب. طبعا كان يمكن أن يؤدي ذلك إلى تأجيل رفع العقوبات، ولكنه تأجل على أي حال، أي أن هذا الخداع لم يفد العراقيين بشيء، بل زاد الأوضاع سوءا. وهنا أقول للحقيقة أنه بعد هذه الحوادث ازداد بوضوح استعداد العراقيين للتعاون، ولكن تدخل اللجنة الخاصة في هذا الوقت بات أكثر نشاطا وعدائية. بالنسبة لي بات واضحا إثر كل هذه الحوادث أن العراقيين سيتعاونون بشكل كامل. إذن سيد فلاديمير، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث. لنتوقف عند هذا الحد ونتابع الأسبوع القادم. شكرا لك. عفوا. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم. تابعونا الأسبوع القادم، وإلى اللقاء.